بسم الله. انت يا عم، ايه؟ انت بتعمل ايه؟ بشرب ميه. يا دي النيل السودا، انت بتشرب سم. سلم على الشهداء اللي معاك. بص يا سيدي، الميه او السوائل اللي احنا بنشربها في العموم الكليه بتفلترها بحيث الجسم ياخد اللي هو محتاجه منها والباقي يخرج بره. تسمم الميه بقى بيحصل لما بنشرب كميه كبيره من الميه في وقت قليل، يعني مثلا 2 لتر في تلت ساعه. في الحاله دي الكليه مش هتلحق تفلتر كل الميه دي في الوقت القليل ده، فالميه هتفضل في الدم اللي اصلا غالبيته ميه دايب فيها املاح ومعادن اهمها الصوديوم. دور الصوديوم ان هو يحافظ على التوازن في تركيزات السوائل جوه الخلايا وبراها، فلما الميه تزيد تركيز الصوديوم اللي دايب فيها هيقل، عشان كده هيزيد دخول السوائل للخلايا دي، واول عضو هيتاثر بده هو المخ. الميه هتدخل جواه فهيبدا ينتفخ، فهيزيد الضغط جوه الجمجمه، تبدا اعراض زي الصداع، غثيان، قيء، توصل بعدها بشويه لتشنجات هتتطور لغيبوبه وتنتهي بالوفاه. في حاله زي دي المفروض تروح للطوارئ في اقرب وقت ممكن. العلاج نفسه بسيط، لان انت مشكلتك ان الاملاح قليله والميه كتير، فهتعلق محلول ملح ترفع بيه الاملاح، وهتاخد دايوريتكس او مدرب بول تسرع خروج الميه من الجسم، وبس كده يا سيدي. الف سلام عليك.